ايه ده يا جماعه. صفقات الزمالك تكتسح الاتحاد السكندري. طبعا كنتش عايزه اقول تكتسح لان احنا كسبانين 2-1 بس بصراحه صفقات الزمالك النهارده عامله شغل عالي. يعني بن شرقي، زيزو، بصراحه شغل عالي جامد النهارده. جماعه احنا النهارده كنا بنلعب مع الاتحاد السكندري، المباراه خلصت 2-1. حلو. انا بقى عندي شويه كلام عايزه اقوله عشان انا بصراحه متغاظه. المباراه ضعيفه فنيا، الاهلي ماسك الجيم اول نص ساعه. الشوط الاول على فكره الاهلي مستحوذ، والله العظيم الاهلي مستحوذ، بس ازاي بقى احنا نكمل؟ لا، يعني احنا مش عارفين نكمل. ليه بقى؟ الاهلي بقى بيتراجع. احنا من امتى بنجيب جول ونتراجع؟ يعني احنا اتعادلنا من الزمالك، يعني والله العظيم يعني خدنا اللعيبه بتاعتهم بالستايل بتاعهم. يعني كان الاول الزمالك بيجيب جول ويجيب وراه، الاهلي ما كانش بيشبع، كنا نجيب الجول باكات تاني كنا بنقفل الشوط الاولى 3-0 ساعات. النهارده انا اما الاهلي جايب 1-0 انا قلت احنا خلاص، والله العظيم قلت احنا خلاص اوريدي احنا جبنا، يعني احنا كسبنا، احنا كمان نكسب سكور. انا قلت الشوط الاول يعني اقل حاجه هيخلص 2-0 1-0. ولما الاهلي تراجع ادى فرصه للاتحاد انه يستحوذ على فكره ويمسك كوره. والله العظيم يعني الاتحاد السكندري ما كانش ماسك كوره، قعد اول يعني الماتش من اول دقيقه مفيش كوره. يعني هو بيحاول يدافع، يعني الاتحاد بيحاول يدافع، مش عارف يمسك كوره مننا، مش عارف يمسك كوره. والله العظيم الاتحاد ما عارف يمسك كوره، الاتحاد حرفيا متكتف. احنا بقى ادينا الفرصه، احنا جبنا الجون، فيعني خلاص احنا بنتراجع بقى، هنعمل ايه؟ احنا نتراجع، مش عارفين نعمل حاجه. الاهلي بقى حرفيا اللعيبه فيها حاجه، اللعيبه فيها مشكله. لازم اللعيبه دايما يبقى عندها باور، بس اللعيبه النهارده ما كانش عندها الباور بصراحه. لعيبه متراجعه فنيا. يعني بصوا والله العظيم حاسه ان بعد الجول احنا عملنا كده خلاص، ده احنا كسبنا. الاتحاد راح مسك كوره. المدرب، يعني المدرب النهارده يا جماعه حرفيا انا ما اعرفش بيعمل ايه. المدرب النهارده نازل قدام الاتحاد السكندري بيغير دفاع. احنا يا جماعه النهارده بنلعب دفاع قصاد الاتحاد السكندري مركز 17. حرفيا المدرب نفسه مش عارف قيمه النادي اللي بيدربه، والله العظيم. يعني المدرب ده احنا قدام الزمالك اللي هو المنافس التقليدي بتاعنا، احنا بنخلي الزمالك هو اللي يدافع. احنا النهارده كنا احنا اللي بندافع قدام الاتحاد السكندري. تخيلوا يعني اما احنا لو لعبنا الزمالك مع المدرب ده هنعمل ايه؟ يعني الزمالك هيكسبنا 3-4؟ مش فاهمه والله. المدرب النهارده بيعمل تغييرات دفاعيه. طب ليه؟ هنقول احنا مطرود مننا حد، اوكي؟ طيب طب ما احنا عندنا نجوم. الاتحاد السكندري طلع ولا نزل ما عندوش نجوم، يعني طلع ونزل ما عندوش حد اصلا. احنا عندنا لعيبه على فكره تقيله، وبعدين بعد كده احنا اتطرد مننا واحد، وبعد كده هم اتطرد منهم واحد، بقينا متساويين. برضو احنا متراجعين، يعني احنا متراجعين، وهو برضو عمال يعمل تبديلات دفاعيه. احنا مش المدرب ده والله العظيم النهارده تحس ان هو عليه العوض منه العوض، مدرب فظيع. وبعدين يا جماعه غير التراجع الفنان وغير المدرب، احنا عندنا مشكله في الجبهه اليسرى ناحيه الشناوي. الجبهه دي بتاعت كوكا، اوكي؟ في جبهه مخترقه، احنا عندنا جبهه مخترقه والله. الناحيه دي دايما بيجي فيها الاجوان. على فكره لو ركزنا في كل جوان، اغلب اجوان الشناوي، مش كلها، اغلب اجوان الشناوي من الناحيه دي. انا مش هلوم الشناوي النهارده على الجون لان الكره كانت سريعه والكره ما وقفتش، يعني الكره طخ، يعني الكره سريعه جدا، فالشناوي ما يلحقش، يعني سرعه رد الفعل مع الاتجاه حتى ما لحقش يجيبها، وانا عذراه. يعني النهارده الشناوي ما يتحملش الكوره، الدفاع ده يتحمل الكوره. الناحيه الشمال دي فيها حرفيا عيب خلقي والله العظيم. احنا عندنا دايما الناحيه دي مخترقه. انا مش عارفه لو لعبنا فرقه تقيله هيحصل فينا ايه والله العظيم. يعني لازم تتعالج، وكوكا ده عليه العوض منه العوض. اتغاشم على الواد، اتغاشم وخد طرد. طب انت اساسا الموضوع مش مستاهل، غشيم على فكره والله العظيم. كوكا ده غشيم، انا ما بحبش طريقه لعبه، هو غشيم، اغلبيه لعبه يعني غش، فانا مش عاجباني، مش عاجبني كوكا. جماعه النهارده المباراه انا مبسوطه ان احنا كسبنا والله العظيم، بس فيها اخطاء كتير قوي تحسسك ان احنا لو لعبنا فرقه تقيله ان انت هتشيل. لان الاتحاد السكندري ده والله فرقه فاضيه، فرقه ما فيهاش حد، يعني حرفيا من بدايه من حارس المرمى للباقيين فاضيه. هي الفرقه نفسها خايفه من الاهلي. على فكره الفرقه من اول دقيقه هي نازله متراجعه لانها خايفه من الاهلي، عامله كده. انا مقفله الملعب بتاعي، انا خايفه. احنا اللي اديناهم فرصه. بقيه اللعيبه بقى بصراحه نجم المباراه النهارده يا جماعه اللي خلاني اضحك والله العظيم اشرف بن شرقي، اللي هو يعني ما نخافش بن شرقي عندنا. اشرف بن شرقي يا جماعه النهارده هو نجم المباراه بالنسبه لي، نجم الشوط الاول، لان هو جاب الجون. مش جاب الجون بس، النهارده اشرف بن شرقي اكنه ساحر والله العظيم.
النهارده يعني مش بقولك بيلعب، هو ساحر بالكوره. وزيزو طبعا النهارده نجم المباراه التاني. انا عاجبني النهارده بصراحه بن شرقي قوي، يعني زيزو مش قوي. بن شرقي بالنسبه لي النهارده يعني ايه ده، ايه يا ولد، يعني في ايه؟ بن شرقي النهارده كان جامد والله يا جماعه. النهارده بن شرقي كان اول واحد عندي توب يعني 10. زيزو تاني، بس بن شرقي في حته تانيه. بن شرقي يا جماعه مان تو مان بيعدي، والله العظيم واحد بيعدي واثنين واحد بيعدي على فكره. بن شرقي بالنسبه لي ساحر والله، والكوره ما بتاخدش منه الا نادر، يعني ما بتاخدش منه كل الكوره بتاخد منه، لا في لعيبه عندنا في الاهلي اي كوره بتاخد منه يعني بصراحه. لا بن شرقي بالنسبه لي يعني جامد، والنهارده كمان كان جامد. طب واخيرا يا جماعه الاهلي في صداره الدوري السنه دي، احنا خلاص اتصدرنا، احنا رقم 1 دلوقتي. طبعا يا جماعه انا بوجه رساله طبعا لكل الناس اللي اتريقوا علينا من المنافسين والزملكاويه تحديدا، اللي قعدوا يقولوا الاهلي هينافس على الهبوط والكلام ده. يا جماعه الكبير هيفضل كبير، الاهلي الاول افريقيا، حرفيا بطل افريقيا، فالاهلي هيفضل طول عمره كبير. فهم اللي عاملين دلوقتي بلا 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 هم دلوقتي اللي هينافسوا على الهبوط، وهنشوف يعني خلاص احنا تصدرنا وان شاء الله الدوري الاهلاوي. مستنيه تعليقات الاهلاويه يا جماعه، الاهلاويه بس اوكي، فيقولوا رايهم النهارده في الماتش.